السلام عليكم. النهاردة بقى هنعمل طبق حلويات في منتهى اللذاذة وفي منتهى الجمال، حاجة كده أحلى من البسبوسة وأحلى من الهريسة. هنعملها بطريقة مضمونة وبطريقة بسيطة ومكوناتها موجودة في قلب البيت. هنعمل النهاردة البسيمة بطريقة سهلة قوي وبسيطة قوي. أول لما تشوفي الفيديو هتقومي تعمليها على طول بمكوناتها البسيطة والسهلة. نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش في وصفتنا كده على طول. بس أتمنى من كل قلبي اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان كل وصفاتنا اللذيذة توصل لكم أول بأول بإذن الله. يلا نبتدي. أول حاجة هنعملها وهو الشربات، عشان احنا محتاجين في الوصفة دي الشربات بتاعنا يكون دافي، ولا احنا عايزينه بارد ولا احنا عايزينه سخن. مكوناته ايه؟ كوباية سكر، كوبايتين مية، وأول لما يغلي هنحط ليمونة وفانيليا، ومجرد ما يغلي بعدها بدقيقتين هنطفي عليه. ندخل بقى في مكونات البسيمة اللي مكوناتها سهلة وبسيطة قوي. عبارة عن كوبايتين من دقيق البسبوسة، وكوباية من الدقيق، وطبعا احنا نخليه من الدقيق ده، وكمان كوباية من جوز الهند المبشور، وعليهم معلقة كبيرة هرمية من البيكنج باودر. خلاص كده هبدأ ان انا اقلب كل الخليط الجاف ده كله مع بعضه. هنا بقى عندي نص كوباية من السمنة على الزيت. ممكن تستخدمي الزيت بس يكون زيت ذرة. قبل ما احط السمنة حطيت ظرف من الفانيليا. وبعد كده هشبع بقى الدقيق ده بالسمنة والزيت. ممكن تستخدمي سمنة بس، ممكن تستخدمي زيت بس يكون زيت زي ما انا قلتلكوا، زيت نضيف، زيت خفيف كده، يكون زيت ذرة. براحتكوا خالص، المتوفر عندك اشتغلي بيه. هنا بقى عندي نص كوباية من المية. بعد ما شربت الدقيق والمواد الجافة بالسمنة هبدأ ان انا احط نص كوباية من المية بس، مش اكتر من كده. انا عايزة العجينة بتاعتي تكون متماسكة، مش عايزاها ان هي تكون طرية. زي ما انتوا كده هتشوفوا دلوقتي العجينة بتاعتها مش زي عجينة البسبوسة، لا خالص. عجينة البسبوسة بتبقى سايلة شوية عن كده. احنا عايزينها عجينة متماسكة كده زي ما انتوا شايفين. خلاص كده تعالوا بقى نحضر بقى الصينية بتاعتنا كده، وندهن الجوانب وندهن الأرضية بتاعتها من السمنة. اللي وصل معايا لحد هنا اتمنى من كل قلبي ما يبخلش عليا باللايك كده الحلو، زيكم يا حلوين. خلاص بقى هبدأ ان انا ارش رشة من دقيق السميد، وده بيدي جرنشة حلوة قوي للبسيمة من تحت. يعني البسيمة بتبقى من تحت كده بتدي لون حلو وجرنشة حلوة قوي. نجيب بقى العجينة بتاعتنا ونبدأ ان احنا نفردها بايدينا، غسلين ايدينا كويس الحمد لله، يعني غسلينها كويس. هبدأ بقى ان احنا ابدأ ان انا افردها بشكل متساوي. مش عايزة ان هي تكون حتة اعلى من الحتة التانية، انا عايزاها كلها تكون متساوية وقد بعض. صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وربنا يفرح قلوبكم جميعا حبايب قلبي. ممكن تعمليها بمعلقة، بس انا بصراحة يعني بحس ان انا ايدي بتظبطها اكتر من المعلقة. خلاص كده عندي بقى كده الجزء اللي هو بيبقى فوق ده اللي بيخلي ريحة البيت كله يتقلب. عبارة عن ايه؟ عبارة عن حوالي كده 3 معالق من جوز الهند، عليهم بقى سوداني او كاجو او اي مكسرات عموما. وتحطيهم في قلب الكبة اللي هي الكبة بتاعة المطحنة بتاعة الخلاط، واضربيهم ضربة بسيطة كده، جوز الهند مع السوداني او جوز الهند مع اي مكسرات انت تحبيها او متوفرة عندك. وبعد كده هتجيبي بقى جوز الهند مع السوداني ده وترشيه على البسيمة من فوق. بتغير الطعم 130 درجة، وبجد حلو قوي. هبدأ بقى ان انا اضغط بايدي برضو كده على البسيمة من فوق علشان المكسرات وجوز الهند ما تتفكش مني او تتحرك مني. هبدأ ان انا بضغطة كده من ايدي كده، ضغطة بسيطة كده علشان المكسرات تثبت على البسيمة من فوق. هدخلها الفرن لحد ما تاخد لون كويس كده حلو من الجوانب زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى ايه، هشغلها من فوق تاخد لون بسيط. اللون ده كان حلو بالنسبة لي، عاوزين تغمقوها اكتر من كده براحتكم. اول لما تطلع بقى هتسقيها بالعسل اللي هو الشربات، اللي هو الدافي. انا عايزة الشربات بتاعي ولا يكون بارد طالع من التلاجة ولا يكون سخن، انا عايزاها يكون هادية، يعني الشربات يكون دافي كده. هسقيها بكل كمية الشربات، هو يدوبك يعني الشربات على قدها، تكون السكر بتاعها مظبوط وحلو قوي. نبدأ بقى ان احنا نقطعها بالمنظر ده
بجد طالعة رهيبة يا جماعة، جربوها. سهلة ومكوناتها في البيت، مكوناتها سهلة وبسيطة وتعتبر اقتصادية، مش مكلفة خالص، ولا استخدمنا لبن ولا استخدمنا زبادي ولا استخدمنا. وكمان ممكن تبدلوا السمنة بزيت زي ما انا قلتلكوا. قد ايه ناعمة وطرية وحلوة، احلى من البسبوسة يا ناس يا بسبوسة. هنا بقى خلاص وصلنا بقى لاخر الفيديو. اتمنى من كل قلبي تدعموني بقى باللايك وتعليق حلو كده. مع الف سلامة يا اخواتي، سلام.